نتعرف على أول رد من النادي الأهلي على كل ما يقال بشأن فشل صفقة زين الدين بالعيد. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال بشأن فشل صفقة بالعيد كلام غير صحيح، وإن الصفقة النادي الأهلي أنهى كل تفاصيلها، ومن المنتظر أن يصل اللاعب بعد أجازة العيد لإتمام التوقيع والانضمام إلى النادي الأهلي، مؤكدين على أن التصريحات دي هدفها فقط زيادة المقابل المالي اللي معروض من النادي الأهلي على اتحاد العاصمة، وأيضا المعروض على اللاعب نفسه زين الدين بالعيد من أجل زيادة راتبه. طبعا الكلام ده على عهدة مسؤولو النادي الأهلي. مسؤولو النادي الأهلي هما اللي بيقولوا ان الكلام اللي بيتقال عن فشل صفقة زين الدين بالعيد للنادي الاهلي ده بس كلام كده وكلاء علشان يغلوا السعر ويخلوا النادي الاهلي يدفع فلوس اكتر لاتحاد العاصمة وللاعب نفسه زين الدين بالعيد في راتبه السنوي. فهل يكون النادي الاهلي صادق في كلامه؟ مؤكدين في الاهلي على ان اللاعب سيصل للقاهرة بعد اجازة العيد للخضوع للكشف الطبي.